طبعا عدنا إليكم أعزائي. طبعا الآن صبينا اللي هو الربيان الجامبو. نجي الآن نزينه بالبصل من فوق، نحط بصل عليه وطماطم عشان يعطي نكهة جميلة، ونحط اللي هو شرايح الفلفل الرومي برضو متنوع، شرايح الفلفل الرومي مع البصل، ويكون يدخل على الفرن على نار درجة ما يقارب 200 لمدة ساعة. الرومي يقسم على نصين عشان يعطينا نكهة. طبعا حنصب عليها الصوص اللي مثل ما قلنا لكم، الصوص. وطبعا لما نصب الصوص وياخذ ما يقارب نص ساعة، نجي ناخذ اللي هو من التذويقة، نشوف كيف مستوى الملوحة تبعه. خلصنا الآن من الصف، نجي نصب عليه الخلطة التتبيل اللي قلنا لكم عليها. بسم الله. طبعا نحاول قدر ما نستطيع نوزع على جميع الجهات، ونضيف عليه موية عشان يتغرق شوي وسهل، لأن الصوص ثقيل مرة، فنثقله بالعامد عشان لو زدنا موية يعطي نكهة جدا جميلة.